يعني مش عارف اقول سلامه بقى وترجع بالسلامه ان شاء الله. والله ما انا ما فيش حاجه، ما انا ما استقلتش ولا اي حاجه. لا ما انا يعني ترجع من حالتك اللي حضرتك فيها. انا سمعت حضرتك في حاله يعني اول مره حاله نفسيه صعبه نوعا ما، كنت حضرتك متازم. طب نعمل ايه يا كابتن حازم؟ انت راجل رياضي وعشت في المجالات دي كلها. ايه اللي حصل من مجلس الاداره عشان خاطر حد يتعدى عليه؟ وحصل خناقه ما بين الجماهير وجماهير الاسماعيليه على اساس الالتراس زعلان ان اتعمل الماتش في الاسماعيليه، فصبوا غضبهم بقى بالالفاظ اللي انت سمعتها دي علينا عليا انا يعني انا مش فاهم يعني اذا كانت دي الخدمه العامه اللي احنا بنعملها وبعد التعب ده كله انك انت يصل الامر لهذه الدرجه، طبعا امر مرفوض نهائي يعني. والله يا سياده المستشار يعني كله مقدر دور حضرتك ودور مجلس الاداره، ولكن ده هو يعني بيبقى دايما معلش التليفون عند حضرتك ده ولا ايه؟ لا اتفضل. يعني كلنا مقدرين دور حضرتك، ولكن هو ده دور رئيس نادي الزمالك. يعني اكيد في ايام بتبقى صعبه وفي ايام بتبقى سهله وحضرتك قدها وقدود يعني معلش. ما تنساش احنا لينا اولادنا في مراكز كويسه واحنا في مراكز كويسه، برضه ما يصحش ان احنا ندي برضه صوره سيئه عن نادي الزمالك ان ممكن جماهيرها تتعدى بالقول على رئيس النادي. ما انا رمز، وانت لو تعديت بالقول على رئيس النادي في امر يعني كده هو او تقدير موقفي او موقف خاص بكل واحد. وعموما الالتراس جول امبارح في النادي واعتذروا لي والنهارده مكتوب يقال على الصفحه الرئيسيه اللي عندهم على الفيسبوك ان هم اعتذروا لحضرتك النهارده على الصفحه الرئيسيه. حصل امبارح يعني خلاص حضرتك صفي لبن. لا خلاص طبعا خلاص، احنا كل ده عشان خاطر نادي الزمالك لازم نتحمل الكثير يعني. طب يعني انا لسه بقول خبر دلوقتي ان خلاص اتفقتوا على نادي اتلتيكو مدريد في المئويه يا سياده المستشار. حصل وعملنا العقد معاهم، وان شاء الله يوم 11 ان شاء الله هتكون المباراه ان شاء الله. طيب الراعي قرينا النهارده دار المعارف خلاص مشيت من نادي الزمالك ولا ستيل لسه موجود؟ يا رب فسخ العقد يعني. فسخ؟ امال مين اللي هيجيب اتلتيكو مدريد بقى؟ شركه كده مش عارف اسمها ايه، جروب حاجه كده يعني. انا بس حد جديد خالص يعني. نعم حد جديد يعني. جديد خالص. سياده المستشار ال 5 مليون وكاله الاهرام جت في وقتها؟ وصلت النهارده بس في 2.5 يعني تصرفوا في خلال يومين. ال 2.5 ثانيين اخر الشهر بس جم في وقتهم الحمد لله يعني. الحمد لله. بس انت عارف هيروحوا على طول ده برضه بيبقى في متطلبات، ناس عايزه فلوس زي مثلا رزاق عايز فلوسه دلوقتي، عايز كذا دلوقتي، وفي فرقه هاندبول مسافره او سافرت افريقيا في بطوله افريقيا وعايزه فلوس دلوقتي. يعني كلها امور يعني. وانت قعدت عضو مجلس اداره وشفت المتطلبات. والله انا عشان كده بقول كان الله في عونكم يعني. انتوا النادي الزمالك الناس بتطالبوا بكل حاجه انه يبقى توب، والظروف الماديه صعبه جدا. طيب كان في خبر نزل في النهارده على اليوم السابع على الانترنت على اسم يعني تحت اسم حضرتك ان حضرتك صرحت بهذا الكلام ان حضرتك اتهمت ناس معينه ان هي وراء هذه الالفاظ والكلام ده. والله يا كابتن حازم برضه دي اللي احنا بنعاني منه يعني. انا مش ممكن اجي اتهم ممدوح عباس ولا اتهم الحاج مجدي العتال اقول ان هم المحرضين يعني. انا راجل قاضي وعارف استخدم اللفظ ازاي، وعارف ان انا امتى الكلمه اقولها وامتى ما اقولهاش يعني. العمليه مش عمليه انا مش كاي شخص عادي برضه، انا عايش في القضاء وعارف ايه معنى الكلمه وهدفها. الناس دول لا الحاج مجدي ولا الاستاذ ممدوح عباس تعرضوا ليا باي لفظ او ما اعتقدش يعني. حضرتك بتنفي هذا الكلام جمله وتفصيلا يعني. نفيناه وفي الموقع وارسلنا الكلام ده كله. لا يعني انكار ما قيل يعني. سياده المستشار هتروح ماتش بعد بكره في الاسماعيليه؟ بمشيئه الله ان شاء الله. نشوفك على خير وبشكرك شكرا جزيلا. مش عايز اطول على حضرتك ولكن بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. وعندنا اخبار في نادي الزمالك يمكن